خلاص صعدنا كاس العالم وفرحنا، بس معرفش ليه حاسس ان انا مش فرحان الفرحه الكامله. مش انا لوحدي، ده احساس كل الزملكاويه في مصر. كل الزملكاويه حاسين ان فرحتنا بصعود منتخب مصر للمونديال فرحه تحسها دمها تقيل، مش كامله. مش قادرين نحس الفرحه. ليه؟ لان النادي اللي احنا بنشجعه حاسين ان حقه مستباح في كل حته، في الاعلام، في القرارات اللي بتتاخد ضده من اي مكان. تحس ان القرارات اللي بتتاخد دي بتتفصل على مقاس نادي الزمالك وبس، وبتتفصل ليه هو وبس، محدش غيره بيقدر ياخدها. يعني مثلا بالنسبه لموضوع ارض اكتوبر، لغايه دلوقتي محدش قال الموضوع وصل لايه ووصل لحد فين ومين اللي غلطان، الاداره ولا القرار اللي اتنفذ كان غلط ولا في ايه بالظبط. محدش عايز يتكلم، سايبين الموضوع وسايبين نادي الزمالك في ايد مجلس فاشل بمعنى الكلمه. مجلس ما اظنش ان هو هيقدر يخش انتخابات تاني نادي الزمالك. مجلس اثبت فشله في كل حاجه، حتى الحق اللي هو بيقول عليه مش قادر يجيب حق نادي الزمالك في ارض اكتوبر لغايه دلوقتي، ولا قادر يوضح الموضوع وصل لغايه فين. كل شويه حد يطلع يقول الموضوع خلاص بينتهي، الموضوع بيخلص والارض راجعه، والارض ما بترجعش. لغايه اخر حاجه سمعناها ان ممكن ترجع لاخر السنه. طب ايه السبب؟ النادي الاهلي لما احتاج حته ارض يعمل فيها جراج اتوفرت له الارض وعمل الجراج اللي هو عايزه. نادي الزمالك في مشروع بيتبني، مشروع هيقوم النادي وهيوقفه على رجله، مشروع مش هيخلي نادي الزمالك محتاج لاي حد. ليه المشروع ينتهي؟ ليه المشروع يقف؟ نفسي حد يجاوب على الاسئله دي لجمهور نادي الزمالك. ليه الموضوع ده حصل مع نادي الزمالك ووصل لغايه فين؟ جمهور نادي الزمالك حاسس بالظلم والقهر. مفيش اي مشكله بيتسلط عليها الضوء زي المشاكل اللي جوه نادي الزمالك، مع ان النادي الاهلي جواه مشاكل كتير جدا واوضه اللبس مليانه مشاكل، بس محدش عايز يدخل في المشاكل دي عشان النادي الاهلي يقف على رجله من تاني. لكن مع نادي الزمالك لو حد ليه فلوس بيتصلوا بيه وبيجيبوه وبيخلي المشكله تزيد، مع ان كولر لما مشي من النادي الاهلي اخد عقده بالكامل ومحدش اتكلم ولا فتح بقه. ليه؟ عشان الاهلي يقدر يقف على رجله من تاني. فعندنا الاعلام بيكيل بمكيالين واضح جدا من كل الاعلاميين بدون استثناء، كله جاي على نادي الزمالك. حتى مدرب منتخب مصر كمان لما بيجي بيختار الاساسي والبديل اللي على الدكه من النادي الاهلي عشان الاهلاويه يرضوا عنه. اول مره تحصل في التاريخ الحارس الاول والبديل من نفس الفرقه والاثنين بيشاركوا مع المنتخب. طب بالنسبه لمحمد صبحي ده حتى لو مستواه وحش ومش عاجبك، طب بتاخده ليه؟ ما تاخد حد تاني بيلعب اساسي في اي نادي وتلعبه، لكن بتلعب الاساسي والبديل من نفس الفريق؟ مش للدرجه دي. جمهور نادي الزمالك ليه حق على كل الناس في مصر، ليه حق اللي الناس تحس بيه، ليه حق اللي الناس تقدره وتحسسه بوجوده. نادي الزمالك نادي كبير ومش اقل من النادي الاهلي، لازم يتم التصرف معاه زي ما بيتم التصرف مع النادي الاهلي بالظبط. يبقى كل اللي بيحصل ده في نادي الزمالك، ومش عايزني اكون زعلان، انا حاسس بالظلم والقهر اللي عمري ما حسيته قبل كده. مفيش حد بيجيب سيره نادي الزمالك ولا بيحل ولا بيقول ايه هي الحلول ولا بيقول المشكله كمان وصلت لغايه فين عشان نقدر نحلها ونوفر كل الدعم لنادي الزمالك. نفسي حد يحس بجمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك جمهور مصري ولازم يفرح زي بقيه المصريين.